الحواوشي البلدي يا جماعة على أصوله، ولا تقولي اسكندراني وزهقنا بقى من طعم الاسكندراني وحسينا في شيء من الكفتة كده وطعم الكفتة. لا لا لا، احنا لازم نغير ونعمل الحواوشي البلدي اللي على أصوله، اللي معظم محافظات الصعيد بتعمله في البيوت وفي المطاعم. حقيقي مسكر، حاجة كده مسكرة ولذيذة وهتنبهروا بيها. من ربع كيلو لحمة عملت 10 رغيفة. ايه ده، 10 بجد؟ اه والله بجد زي ما بقول لكم كده، والحشو كمان باظظ خالص. نيجي على الطريقة بتاعتنا. ربع كيلو من البصل قطعته، معاهم قرنين فلفل حراق، ولو مش عايزينه حراق عادي، بس الحراق بيدي تيستي عالي خالص خالص جوه الحشو يا جماعة من جماله. زبدة وزيت، وحطيت البصل، كمية البصل بتاعتي، وابتدي اشوحها لحد ما تصفر بالشكل ده. احط الفلفل الالوان، ولو ممكن استغنى عن خطوة الفلفل الالوان، بس بيدي تيستي رائع ومسكر للحمة. ابتدي اهو اخليها لونها ذهبي كده، واحط الملح والفلفل الاسود وبهارات لحمة فقط. رشة حلوة كده من السكر. بصوا بتدي طعم حلو قوي قوي قوي، لازم تجربوه. اللحمة بتاعتي حطيتها، انا مش هعصج اللحمة خالص يا جماعة، انا بس بشوحها في البصلة بالمعلقة كده مش اكتر. هبتدي احشي وافتح العيش بالشكل ده، واحط كمية اللحمة اللي عملناها كلها. هنجهز 10 رغيفة زي ما احنا شايفين. بصوا يا جماعة، بصوا اهي، ولا متعصجة ولا اي حاجة، هتكمل سواها جوه العيش بتاعنا. هبتدي احشي الكمية كلها بالشكل ده. بصوا حشو حلو جدا وبازز واقتصادي وكمية مهولة حقيقي، يعني 10 رغيفة دول يكفوا 5 أفراد. بصوا الجبنة تشيدر، ولو عندي موتزاريلا أو أي نوع مفيش مشكلة، مش هوقف عندها. بصوا في صاجة كده وأقلبها على الجهتين. بصوا يا جماعة، كمان حطيت لها معلقة كبيرة من السمن البلدي جوه الفرن. بصوا يا جماعة، وشوحتها من على الجهتين. يا إلهي، طعمها فعلا وريحتها جابت اخر الشارع. الطعم مش عايزه اقول لكم خيالي، لازم انتوا اللي تجربوه وتقولوا لي رايكم فيه. حقيقي مسكر تحفه، تغيير بشكل كبير. بصوا اللي هي محشيه تشيدر، ولو مش عايزه احشي على فكره وهو ساده، رائع رائع رائع. والله يا جماعه لازم تجربوه، طعم كده مسكر وتحفه. انا لازم تجربوه وتقولوا لي رايكم فيه. احلى اشتراك واحلى لايك منكم.